الايس كريم هتعمليه في البيت بمكونين اتنين، كريم شانتيه وشهد. مكونين بسيطين موجود في البيت، كل المكونات موجودة في البيت. الشهد دلوقتي رخيص في السوق. هتجيب الشهداية تفتحيها، وبعد كده تنضفي اللب اللي فيها والحاجة اللي فيها وقلبها كده، وتقشريها وتقطعها وتحطها في الفريزر تبرد شوية، وبعد كده اضربها في الخلاط مع الكريم شانتيه بس. دي كل المكونات. لايكات وتعليقات وشيروا الفيديوهات علشان قناتي تكبر بيكم. ادي كده قطعت الشهد وحطيته في الخلاط. عايزه تحطي سكر براحتك، مش عايزه تحطي زي ما انت عايزه. هو الشهد بيبقى مسكر فمش محتاج سكر، او لو حطيتي ما تحطيش كتير. معايا كوبايه كريم شانتيه وحطيتهم مع بعض ضربتهم في الخلاط. حطي بس حاجه بسيطه من الميه علشان الخلاط يشتغل ويعرف المكونات تنضرب مع بعضها. شويه سكر صغيرين، وبعد كده حطيه في الفريزر زي ما يتجمد. وقت ما يتجمد ويبقى حلو هتطلعيه. لو انت طلعتي الايس كريم ولقيتيه لسه مش متجمد بعد فتره اللي انت حطاها، مثلا 4 ساعات 5 ساعات ومش مجمد، خرجيه وطلعيه تاني، اضربيه في الخلاط مع شويه كريم شانتيه كمان علشان خاطر يبقى متماسك. احنا كده عاملينه زي بتاع العصير وقلنا هيجمد بس ما جمدش، هو ناقص شويه كريم شانتيه. الصبح لقيته ما هوش متماسك، جبت شويه كريم شانتيه كمان حطيتهم عليه، وزي ما حضراتكم شايفين كده بقى متماسك كده. يعني الحاجه لو باظت عندك ما ترميهاش، او ممكن تستعمليه عصير. يعني لو لقيتيه كده ومش عايزه تعمليه بقى تاني ايس كريم، هتعمليه عصير، تسيبيه يتلج وبعد كده تفرغيه في الكاسات وتزينيه بأي حاجة عندك. صوص فراولة، فارماسيل، مكسرات، أي حاجة. هو فيديو بسيط وسهل، كل المكونات موجودة في البيت. ده كان فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد.